الأغنية العربية في همومها وتطلعاتها إلى أي حد استطاعت الأغنية العربية أن تدخل المستقبل، أن تعايش الإنسان العربي اللي عم يتطور وينتقل بسرعة في مواكبة العصر. طبعا أبرز نجم في الغناء العربي الأستاذ عبد الحليم حافظ، حنطرح نحن وياه في النجوم ولقاء الليلي هالقضية هذه. أهلا وسهلا أستاذ عبد الحليم. أهلا وسهلا أستاذ رياض. برأيك أستاذ عبد الحليم، الأغنية العربية إلى أي مدى استطاعت أن تجاري روح العصر؟ يعني إذا نطلع بالنسبة للأغنية الغربية والأغنية العربية بنلاقي يمكن في شوية تفاوت كبير. هو يعني الأغنية العربية ما فيش شك، نحن لو بصينا لها، لا بصينا لورا شوية وبصينا دلوقتي وحسبناها كده بميزان هنلاقيها اتطورت جدا من ناحية الكلمة أولا، من ناحية اللحن ثانيا، من ناحية الأداء ثالثا، من ناحية الموسيقيين اللي بيشتركوا في عزف الأغاني، وأظن يعني حتى الموسيقيين نفسهم طلع منهم ستارز دلوقتي. ف ده في حد ذاته مش إنه الموسيقيين بقوا ستارز، لكن لو بصينا للغنوة كأغنية من 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة هنلاقيها تطورت التطور الطبيعي بالنسبة للتطور اللي تطورته الأمة العربية في كل مراحل التطور. تطورت معاه في المراحل الوطنية، كانت الأغنية مشاركة في المراحل العاطفية، الأغنية مشاركة في كل مراحل تطور الأمة العربية. الأغنية كانت من الحاجات اللي شاركت مشاركة كبيرة جدا فيها، وتطورت على مستوى التطور. لما نيجي نقيسها بالأغاني اللي بتطلع في أوروبا، احنا لما نبص لأوروبا نجد ان أوروبا فيها بلاد كتير جدا متطورة عننا تطور كبير. فده هو الفرق بين تطورنا في الموسيقى وفي الأغنية وبين التطور اللي بيحصل بيننا كأمة وبينهم كأمة. لكن كمان لما تيجي تقيس أوروبا فيها بلاد متخلفة عننا طبعا من ناحية فنونها كمان. لا، لفتت نظري كلمة قلتها، انه الأغنية العربية شاركت الإنسان العربي في تطوره. نعم. هو المفروض في الأغنية ألا تكون مشاركة، أن تكون قائدة. أيوة، مش هيك؟ تصور أن الأغنية يجب أن تكون قائدة مثل الشعر، مثل كل الفنون، هي تقود الجمهور. اللي تغير في الأغنية كلام الأغنية، إنما اللحن قد تطور إلى حد ما. يعني ما زالت النواحية هي الطابع الغالب على الأغنية العربية. يعني أغنية يعني الأغنية العربية هي أغنية للحزن وليست أغنية للفرح. إحنا شعب حزين، إحنا شعب يمزقنا الألم، وشعب فينا نبص حوالينا نلاقي ان احنا عندنا 1.5 مليون مشرد. اوعى تفتكر انك بتنام وتحط راسك على مخدتك وانت مستريح، حتى لو كنت راجع من سهرة وانت مبسوط فيها، في ألم جوه نفسك. دي حاجة نفسية ما تقدرش تشيلها. احنا شعب حزين، شعب حزين لاننا عندنا اشكالات اكبر مننا. اندايركت بتحس انك انت لما بتيجي تمسك غنوة عشان تلحنها ينطبع هذا الحزن عليها. طيب، يعني كل شعب اصلا طابع الحزن هو اقرب من الفرح الى القلب. يعني الانسان بيحس بتآخي اكثر مع الحزن، انما هذا لا يمنع مثلا انه نشيل النواحي. الحزن شيء والنواحي شيء اخر. لا، انا بتكلم عن الحزن كنوع من الحساسية والشفافية، ما بتكلمش عنه كنوع من النواح. النواح ده ما تسألنيش انا عنه، لان انا بالنسبة لي كفنان ما بنوحش. لكن ما اقدرش كمان اتهم يعني كل الفنانين اللي انه هم عندهم النواحية في غنائهم. لا، في فنانين كتير جدا 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 موجودين عندهم أصالة في فنهم، وعندهم حساسية وشفافية في فنهم وفي كلماتهم وفي تلحينهم وفي عزفهم وكله. طيب أستاذ عبد الحليم، وصلنا لفترة عملية عرف العرب بالمازوخية، يعني حب تعذيب النفس. فيعني بتلاقي الحبيب دايما منكسر الخاطر. كان يا أستاذ رياض، لكن دلوقتي لا. أنت في مداح الأمر على ما أظن.
وموعود. ملاحظ في نهاية الأغنية عندك يعني صارت أغنية ما بعد اللقاء. كانت الأغاني العربية قبل أغاني ما فيها لقاء، يعني على طول في نوع من العذاب المستمر. الحبيب لا يلتقي بحبيبته وعايش بقصة يعني خيالية يعني. خيال. يا هل ترى هيدي مفروض تستمر؟ لأنه إحنا لو رجعنا لتاريخنا كعرب هنجد إنه فعلا الإنسان العربي زمان في المجتمع العربي القديم كان ما يقدرش يشوف الست، لكن كان يحبها من بعيد لبعيد. لكن دلوقتي لا. دلوقتي بقت في منتهى البساطة. طبعا لا، في قصة وقصص بتحصل كل يوم بين الشاب والشابة، ولها نهاية أحيانا تكون سعيدة ونهاية أحيانا ما تكونش سعيدة. يعني يجوز الاثنين ما يتجوزوش مثلا، أو يجوز يتجوزوا، أو يجوز يكونوا بيحبوا بعض حب على مستوى تيجي الأقدار تفرقهم. ما تقدرش تعرف إيه اللي بيحصل دلوقتي، لكن اللي كان بيحصل زمان إنه يعني الراجل العربي كان بيتجوز من غير ما يشوف مراته. جواز بالمراسلة أو بالنية يعني. فيعني يعني ولذلك أنا بقول لك إنه الموسيقى حتى على مر العصور القديمة العربية القديمة مشاركة في التطور. يعني كانت بتقول، لأنه القصص كده. يعني شعر أبو العلاء المعري وشعر الزجل عمر أبو ربيعة وإلى آخره طبعا كله كان غزل في إنسان غائب، لأنه كان المجتمع كده. كنا بنحب نسمع منك بس الظروف طبعا معلش يعني. إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله. شو بتحب تطلب؟ أي شيء نسمع المشاهدين؟ أي شيء بتحب تسمعه؟ أنا الحقيقة لو يعني أنا وحشتني قوي أغاني صباح.